عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن مباراة الأهلي وبيراميدز، مباراة مرتقبة يعني ما بين صاحب المركز الأولاني وصاحب المركز الرابع. طبعا الأهلي وبيراميدز مباراة لها اختلافها، يعني لها اختلاف خاص وطابع خاص. الأهلي في المركز الأول ب24 نقطة ل 17 هدف وعليه 5 أهداف. بيراميدز في المركز الرابع 20 نقطة، 14 هدف ليه وعليه 6. المباراة إن شاء الله تبقى يوم الاثنين 2/1 الساعة 7 مساء على قناة أون تايم سبورت. خلي بالك الأهلي لو فاز يفرق، ولو بيراميدز لو فاز يولع الدوري مع الزمالك وفيوتشر، يبقى فارق نقطة بس. الأهلي مش في مستوى. الأهلي جاي من تعادل بالعافية مع سيراميكا 1-1، وقبليه تعادل 0-0 مع سموحة، وقبليه فوز طبعا باهت وبالعافية وفي الثانية الأخيرة مع فاركو 2-1، وقبليه متعادل مع فوتشر. يعني الأهلي في 4 ماتشات فايز 3 بونت في ماتش واحد بالعافية. نوعا ما بيراميدز يعني فيها الرمق شوية عن الأهلي، جاي من فوز على الاتحاد 3-0، وقبليه خسران من الداخلية وفاز على أسوان 2-1، وقبليه الإسماعيلي 2-1، وخسران من الزمالك بالعافية 1-0. فيعني أنا متوقع كده هتبقى مباراة جامدة ما بين الفرقتين، إن شاء الله نتابعها كده وتكون مباراة شيقة. وده كل ما لدينا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.